السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، صباح الجمال. مكملين مع بعض وصفات العيد الكبير. العيد الكبير يعني صينية الرقاق. النهاردة هنعمله في البيت. نفسي أعرف، بس نفسي اديني سبب واحد بس، قوليلي ليه بتشتريه ومش حلو. سيبك منه غالي، سيبك ان هو مش عارفة ب50 جنيه ولا بكام. مش حلو يا جماعة. اديني سبب واحد. انتوا شايفين الكمية اللي انا عمالة ارص فيها دي؟ ده فطير، ده مش رقاق. والله العظيم يا جماعة رهيب جدا. شايفين الكمية دي؟ شايفين؟ بنص كيلو دقيق. وعلشان ما اكونش كذابة، وعليه حبة صغيرين يعني قد نص كوباية كده كانت متبقية، حطيتهم عليه نص كيلو دقيق. النهاردة هنعمله يا جماعة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. كله كده على بعضه كده بخطوات. بص مش هيكمل معاكي أصلا نص ساعة. طيب، معانا نص كيلو دقيق، ومش هعمله في العجان. انا هعجن في قلب الحلة بتاعت العجان، بس مش هعمله فيها علشان ما يبقاش ليكوا حجة بقى. اهو حطيت الدقيق، حطيت عليه ربع معلقة ملح. تمام كده. النهاردة هنعمله كده ايه، حابة اعمله بالحليب. معانا النص كيلو دقيق ده هنحط له كوبايتين لبن، وهنبتدي نعجنهم كويس. انا عاوزة اللقمة كده يبقى ليها طعم وتبقى مغذية كمان. شفتي بقى بره بيعملوهولك بالحليب، ده بيعملوه بالجاز. ما انا اسفه يا جماعه، بعتذر والله، يعني مش كل طبعا، بس في حاجات رديئه جدا انا شفتها بنفسي كتير. والله يا جماعه بنجيبه وبنرميه. طب بصوا بس الاول، شايفه العجينه بتمط ازاي؟ اهو. اعجنيها بقى حلو كده بايدك، ادي بوكسات كده شمال يمين يمين شمال لحد لما العجينه ترتاح معاكي وتبقى بالشكل ده. نغطيها، اهم حاجه ترتاح. الفطير، الرقاق، المخبوزات لازم ترتاح يا جماعه. كيس كده وسيبيها بتاع ايه 10 دقايق كده. هاتي بقى صينية او صاجة او اي حاجة وحطي فيها، رش فيها دقيق كده، ومعانا حبة دقيق صغيرين. تمام. هنبتدي نقطع كور زي ما انتوا شايفة. بصي العجينة ما شاء الله ارتاحت وبقت محتاج العجين تتعجن كويس قوي. تمام، على الرخامة كده، وابتدي اعجنيها كويس لحد لما تبقى كده. طيب العجينة مش بتلزق ومش ناشفة زي ما انتوا شايفين كده. بنقطعها بكور بقدر الامكان، خليها متساوية. تمام. النهارده هتعمليه بصي هوا هوا هوا. بصي بقى، انا كان في واحده كده متبقيه صغيره، قطعتها قطع وزودت بيها الكور. بنظبط الكور بقى كده ونجمعها كده، نخلي شكلها كده مدور وجميل كده. عشقيها في بعضها كده زي ما بيقولوا كده، لميها 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 وضميها وايه وكوريها كده. ريحي العجينه بالمختصر. اقول لك ايه تاني؟ اهو. تمام. بص ما شاء الله دول قطعوا لي. هقول لك دلوقتي اهو، بسم الله ما شاء الله. 6 و6 اهو وخمسة. قطعوا 6 و6 12 وخمسة، يبقوا كام؟ 18 واحدة، صح؟ 18 واحدة. يعني يعملوا لنا صينيتين، ويتبقى كمان الصينيتين ب16. صينيتين الرقاق ب16 يا جماعة. تعالوا بقى كده، خدنا 6 كور مرة واحدة، هنعمل 6 مرة واحدة و6 مرة واحدة، والخمسة التانيين هنعملهم مرة واحدة. ولا تقعدي بقى تقفي وتعملي رقاقة رقاقة. انسي انسي. مع سهير كل حاجة سهلة ان شاء الله بأمر الله. انت مع ربنا مش مع سهير. ايه سهير دي؟ مع ربنا. مع ربنا كده. استعيني بالله كده واعملي حاجتك في بيتك، وفري، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يصلي كل حاجة، ويكفي النظافة. طيب بصوا بقى، انا ببتدي افرد الكور دي زي ما انتوا شايفين كده، ايه، فطاير كده صغيرة كلها حجم واحد بقدر الامكان. فردتهم اهم الست اهو. ببتدي بقى معايا زيت بين كل واحدة وواحدة، بدهن زيت بس زيت كويس. ولو في واحدة كده مش مظبوطة، حاولي تشديها زي ما انا بعمل كده وظبطيها. بصي ما شاء الله كأنهم مسطرة اهو، كأن انا عاملاهم مرة واحدة. ما بتعرفيش تعملي واول مرة تعملي، ايه، اتعلمي. اقسم بالله ما كنا نعرف نعمل حاجة واتعلمنا. مفيش حد بيتولد من بطن امه كده بيعرف حاجة، بس لما تسعي ان انت تتعلمي هتبقي شاطرة وتعملي كل حاجة. خلي بالك فيها وفر كتير في حياتك لما تعملي كل حاجة في بيتك. ده غير الجمال، غير النظافة، غير كل حاجة. طيب بصوا بقى، انا رصيتهم كلهم اهو، وبين كل طبقة وطبقة، بين كل كرة وكرة حطيت زيت حلو.
بس الطبقة الأخيرة لا، علشان تعرفي تفرجيها كده. وبنبتدي نبطط كده بإيدينا أهو، ولا بالنشابة ولا حاجة أهو. واقلبي، يعني أنا بفردهم ببططهم مع بعض أهو، بقوا إيه، فطيرة واحدة أو عجينة واحدة. بس ليه بقلب؟ لأني وانتي بتبططي فوق ممكن تلاقي اللي تحت دخل لجوه طلع لبره. هم طبعا 6 طبقات وأستك تمام، 6 طبقات، فلازم تقلبيهم شمال كده كل شوية تقلبيها. ليه بقى؟ علشان تظبطي العجين ويبقى كله قد بعضه، علشان ما تجيش وانتي بتطلعيهم من بعضهم تلاقي واحدة صغيرة واحدة نص واحدة ربع، لا. اقعدي كده اقلبي وافردي، هيتفرد ايدك هوا. طيب طاسة بقى على النار او صينية تيفال، اي حاجة بس تكون تيفال، بدون مادة دهنية، بدون زيت، بدون أي حاجة. النار وسط وبتبتدي تحطيها كده. وعلى فكرة كمان ممكن تحطيها والطاسة باردة، علشان اللي لو انت أول مرة ما تتلسعيش، حطيها والطاسة باردة وخديها وحطيها على النار، هتتعبل معاكي بكل سهولة. النار هاديه، بتسيبيها قد ايه؟ ما بتكملش على فكره، مجرد اللي فوق واللي تحت بتقلبيهم ياخدوا اللون الخفيف ده، خلاص كده بتعرفي ان هي استوت. ونار هاديه وانت بتعمليها بتحسيها بتقب معاكي كده. اول واحده بتبقى واخده لون، ده طبيعي علشان طبعا الباقي يستوي معاكي. بصي بقى، اقعدي دوري كده على حته تعرفي تشيليها منها. هي خلي بالك وانت بتسويها ممكن العجين يلزق في بعض اهو، زي كده بصوابعك كده، باطراف صوابعك ابتدي بصي طلعي واحده واحده، لف العجينه هتلاقي ممكن بصي انا بلف ازاي، مش راضيه تطلع من هنا هتلاقيها تطلع من الناحيه التانية. يا ستي لو حساها ان هي قفشه، جيبي السكينه كده واقطعي حته صغيره علشان بس تفك، يعني اقطعي الحته اللي لازقه دي وابتدي طلعيهم. عديتوا ولا لا؟ عديتوا. ادي كده احنا شلنا 4 وادي ال5 واللي تحت ال6. شايفين عملنا 6 رقاقات هوا، ما كملوش 5 دقايق. ولا تروحي بقى تاخدي رقاقة رقاقة وتحطيها. انا على فكرة دي بالنسبة لي اسهل من الرقاقة رقاقة. الرقاقة رقاقة بحس انها بتبقى مجلدة ومش حلوة، وما بتطلعليش الرقاق طري ولا ناشف، يعني لا منه طري ولا ناشف، بتحسيه معضم كده. لكن ده والله والله كأنك بتاكلي فطير. هنعمل ال6 التانيين بنفس النظام، بترشي حبة دقيق صغيرين وبالنشابة كده بتفرديهم اهو، كور متساوية، بتفرديهم بصي دواير متساوية كده، فطاير متساوية. لو انت برضو اول مرة بتعمليها كبري وانت بتفردي كده. ليه بقى؟ علشان وانت بتبططيهم كلهم على بعض ما يتعبوكيش، ده لو اول مرة. اقول لك حاجه، انا مش عامله بنص كيلو دقيق ويا دوب حبه كده، يعني بتاع نص كوبايه دقيق تاني. انت يا ستي هاتي كوبايه دقيق يلا وقومي اعمليها وانا معاكي. اي حاجه تقف معاكي ابعتيلي على الماسنجر وانا هرد عليك، رن الجرس عشان اسمعك. اقول لكم ايه اكتر من كده؟ طيب عاوزاكم كلكم تعملوا كل حاجه في البيت بجد، بسبب الاسعار، بسبب الحاجه ما بقتش كويسه، بسبب ان لا قدر الله والله، وده اللي بنشوفه وحياه ربنا، الدقيق بيبقى مسوس وبيترمي، ولا قدر الله بيبقى مدود وبياخدوه بالشكاير بيعملوا بيها الحاجات دي في المناسبات. والله يا جماعه وبقول لكم كده زي ما بقول لكم، لاني شفته كتير في مخبوزات، لقيت ولا قدر الله السوس لازق في العيش كتير. ده دليل ان الدقيق مش كويس. لكن ده انت بتشوفي الدقيق وقدام عينك في دوده في سوسه، لا قدر الله، يعني ان شاء الله ما يبقاش في حاجه. شفتوا انا عملت ايه؟ عماله لوك لوك. بصوا اهو، فردناهم برضو، حطيناهم بين كل طبقة وطبقة، بندهن زيت كتير مش زيت قليل، ونحط كله ما عدا الطبقة الأخيرة. وبعد كده بنبتدي نبططهم بإيدينا، نبططهم ونقلبهم ونبطط ونظبط الفطاير فوق بعضيها. انت اصلا بصي وانت بتعمليها بتحسيها انها فكت منك. بصي اهو، ورق اهو طلع لوحده اهو. الطريقة دي سهلة جدا، اسهل طريقة هتعمليها. بس اوعي تنسي الزيت هو اللي انا قبل كده عملناه بالدقيق وزيت، بس ما كانش حلو زي كده. ده زيت بس من غير دقيق ومن غير نشا ومن غير اي حاجه، ادهني زيت وبس. بصي ما شاء الله انا بشيله لكم وهو سخن. بصوا الله اكبر، حتى وانتي بتشيليها لو اتقطعت عادي، احنا بنجيبه وبنقطعه اصلا واحنا بنعمله، ولا يهمك. في الاخر هتعملي احلى صينيه رقاق. وممكن الاخيره دي علشان بتبقى الاولانيه بتبقى ناشفه شويه فهتلاقيها ممكن تلزق معاه، ممكن تسيبيهم الاتنين على بعض عادي. وهعمل لكم بقى ان شاء الله صينيه رقاق برضو بطريقه جديده، اللنج، مش هقول لكم عليها علشان تستنوها، طريقه كده تحفه.
ولا بقى تقعدي تسقي بقى في شرب وورقة ورقة، انسي. انا بسهل لك كل حاجة. دول بقى الخمسة الأخرى اهم، خدتهم برضو عملتهم بنفس الطريقة اهو. وانتي بتحطيه بصي بتقلبيه كده، بصي تفكك من بعض وكانت هتترمي على البوتاجاز عادي اهو. اهو مجرد ان بس تحت ما تقلبيش الا لما تحسي ان تحت استوى وخد لون خفيف. بتقلبي كده بالسباتيولا، بتلاقيه مثلا نشفت تحت كده وخدت لون خفيف، تعرفي ان هو تمام استوى. وتقومي قلبها على طول، ما تستنيش عليه علشان ما تحمصش منك. احنا عاوزينه رقاق طري بجد. الله الله، تعالوا عدوا معايا، ادي 2 ادي 3. شايفة؟ ده فطير. فطير وانتي بتاكليه كده. ده لو ما اتعملش اصلا بلحمه مفرومه واتعمل بحبه بصل كده، والله هتاكلي احلى فطير. وحته سمنه بلدي انسي. كمان ممكن تعملي منه فطير مشلتت على فكره، بنفس بعد ما تسويه كده نعمل احلى فطير مشلتت. شايفين الجمال؟ الله بجد. والله يا جماعه انا صايمه وقمت عملته لكم اهو. الله بجد. حطيتي لايك ولا لا؟ انا صايمه ولسه مهيئه. بص انا مش جعانه، انا هموت من العطش. ها، حطي لايك، حطي لايك ويلا قومي اعمليها وانا معاكي. اي حاجه تقف معاكي ابعتيلي على طول، رني على الجرس وهجيلك. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسيش تحطي لي لايك. فضلا اعملي لي متابعه على الفيسبوك واشتراك على قناتي على اليوتيوب مطبخ سويرجات. اقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم بالخير وتعملوا احلى صينيه رقاق. هنشيله ازاي؟ بنطبقه سمبوكسه كده وبنحطه في شنطه وبنحطه في الفريزر وبتطلعيه لما تيجي تستخدميه. يلا كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.